في كلمات في اللغة الألمانية صغيرة بس ليها تأثير كبير قوي. لازم تتقنها لو انت عايز تتكلم اللغة الألمانية بطلاقة، اللي هما دي كونكتورن، أدوات الربط. Du musst nichts auswendig lernen, aber du musst nur die Regeln verstehen, die die Deutschen jeden Tag benutzen. مش لازم تحفظ، بس لازم تفهم القاعدة اللي الألمان بيستخدموها بشكل يومي. وبعد الفيديو دوت هتعرف كل أدوات الربط وهتعرف تستخدمهم زي المحترفين، فكمل الفيديو للآخر. لو انت تعرفني فأهلا بيك في فيديو جديد، ولو ما تعرفنيش فأنا مروة هشام، بعمل فيديوهات لشرح اللغة الألمانية بطريقة سهلة ولذيذة. أدوات الربط هي كلمات بتربط بين جملتين. مثلا أنا رايحة السوق وبعدين هقابل أصحابي، كلمة وبعدين هي دي أداة الربط، ونفس الفكرة في الألماني. في 3 أنواع لأدوات الربط. في أدوات ما بتغيرش ترتيب الجملة، وأدوات تانية بتغير مكان الفعل أو بترميه في آخر الجملة وبتعمل حاجة اسمها Nebensatz، وزي ما هنشوف كمان شوية. أول نوع بيعمل Hauptsatz plus Hauptsatz، والكونكتور بيبقى بوزيسيون نول، ما بياخدش مكان خالص كأنه مش موجود، وما بيغيرش ترتيب الجملة. وهما دول الكونكتورن للنوع الأول: aber، sondern، oder und denn. وخلي بالكم في بعض الأدوات اللي بيحتاجوا قبليهم كوما. تعالوا نبدأ نتكلم عن كل أداة في النوع الأول. أول حاجة عندنا aber، يعني لكن، دي بتحتاج قبليها كوما. Ich will gehen aber ich bin müde، يعني أنا عايز أروح لكن أنا تعبان. أخدتوا بالكم من الكوما اللي فصلت بين الجملتين؟ und، يعني حرف الجر و. Wir gehen ins Kino und wir essen Pizza. Oder يعني أو. Ich lese ein Buch oder ich höre Musik، يعني أنا بقرأ كتاب أو بسمع موسيقى. وبرضو لو الضمير اللي في الجملة الأولى اتكرر تاني في الجملة التانية، أنا ممكن ألغي الضمير بدل ما يتكرر في الجملة التانية، يعني ich lese ein Buch oder höre Musik. وبرضو لو عايزين بايشبيل أكتر أو أمثلة أكتر للروابط ديت، هتلاقوني حاطالكم PDF موجود تحت في الديسكريبشن أو في أول كومنت، حاطالكم فيه أمثلة أكتر وشرح لبعض الروابط، فأكيد هيفيدكم. الكونكتور اللي بعد كده هو denn، وبمعنى لأن، ودوت بيحتاج كوما. Zum Beispiel ich bleibe zu Hause denn ich bin krank، يعني أنا أبقى بالمنزل لأنني أكون مريض. sondern يعني بل، وديت بتحتاج كوما. Ich trinke keinen Kaffee sondern Tee، يعني أنا ما بشربش قهوة بل شاي. ندخل على النوع التاني من الكونكتورن اللي بيجي معاه Hauptsatz plus Hauptsatz برضو، بس الكونكتور بيبقى في بوزيسيون 1، يعني بياخد المكان الأول في الجملة. وفي النوع دوت عندنا 3 أقسام. وأول قسم معانا هو التمبورال، وديت الروابط اللي بتيجي فيه بتيجي عشان ترتب أحداث بتكون جاية ورا بعض، زي zuerst، dann، danach، anschließend. Zum Beispiel ich habe geduscht danach bin ich schlafen gegangen. Wir gehen ins Kino dann essen wir Pizza. وتاني قسم معانا هو الكاوزال، ودوت اللي دايما بيجي بعديهم الجروند أو السبب، واللي هما زي deswegen، deshalb، daher، وكلهم بمعنى لذلك. وآخر قسم معانا هو الكونسيسيف، ودوت بيجي معاه رابط trotzdem ومع الرغم من. zum Beispiel es regnet trotzdem gehe ich spazieren، يعني هي بتشتي ولكن بالرغم من ذلك أنا خرجت للتنزه. وكمان عندنا الرابط jedoch es war schwierig jedoch haben wir es geschaffen. وبكده نكون خلصنا تاني نوع من أنواع الروابط الكونكتورن. وحابة أفكركم برضو لو حابين تراجعوا أو يكون معاكم ورقة للروابط، فأنا سايبة لكم PDF في الديسكريبشن أو في أول كومنت.
يلا بينا نكمل. والتالت نوع معانا وهو النوع اللي بيجي معاه Hauptsatz plus Nebensatz. والنيبنزاتس دي اللي بيبقى موجود فيها الكونكتورة الفيرب بيترمى في آخر الجملة. طيب ايه هما الكونكتورن دول؟ weil, da, wenn, falls, das, obwohl, damit, zu. تعالوا نتكلم عن كل واحدة بتفصيل. weil أو da، والاتنين بمعنى عشان، بالظبط كده زي denn، بس denn بتيجي معاها Hauptsatz وهما بيجي معاهم Nebensatz، ودايما بيجي وراهم الجروند. طيب تعالوا ناخد Beispiel. Ich gehe nicht ins Kino, weil ich keine Zeit habe. weil ich keine Zeit habe. habe راحت في آخر الجملة مش في position 1 oder 2، فهي راحت في الآخر خالص. falls أو wenn، ودول اللي بيجوا مع البedingung اللي بمعنى إذا أو في حال. تعالوا ناخد Beispiel. falls du Hilfe brauchst, ruf mich an. يعني إذا احتجت مساعدة اتصل بي. wenn ich Geld habe, kaufe ich ein Auto. das واللي بمعنى أن، واللي بتيجي في الانdirect أو الزاجة، دايما بتيجي مع أفعال اليقين أو اللي هو أعتقد أو أجد. يعني zum Beispiel ich glaube dass du sehr nett bist، يعني أنا أعتقد أنك لطيف جدا. obwohl بالرغم من ذلك، ودايما بتيجي في Gegensatz. zum Beispiel obwohl sie Mode ist arbeitet sie weiter، يعني بالرغم من انها كانت مرهقة او كانت تعبانة اكملت بالعمل او اكملت بالشغل. damit zu اللي بمعنى لكي او لكي حتى. zum Beispiel ich lerne viel damit ich gute Noten bekomme، بمعنى أنا أدرس كثيرا لكي أحصل على الدرجات العالية أو الدرجات الكويسة. ولو لاحظتوا إن في النوع الثالث من الروابط إن أنا ممكن أقدر أجيب الهاuptsatz plus Nebensatz أو أعكسهم Nebensatz plus Hauptsatz. يعني obwohl sie Mode ist arbeitet sie weiter، يعني بالرغم من إنها كانت تعبانة أو مرهقة كملت شغل. وممكن أعكسها يعني sie arbeitet weiter obwohl sie müde ist، يعني هي أكملت بالعمل بالرغم من إنها كانت مرهقة. وطبعا القاعدة دي بتطبق على كل النوع الثالث من الروابط أو اللي بيجي معاهم Nebensatz. وفي كمان حاجة في النوع الثالث اسمهم التمبورال كونكتورن، ودول الروابط الزمنية اللي هما bevor, nachdem, während, sobald, bis, seit oder seitdem und als. تعالوا نلقي نظرة سريعة على كل واحدة فيهم. أول واحدة معنا وهي before واللي معناها قبل. zum Beispiel ich trinke Kaffee bevor ich das Haus verlasse. nachdem يعني بعد أو بالإنجليش يعني after. ich esse nachdem ich gekocht habe. während أو بمعنى خلال. während sie kocht telefoniert sie. bis بمعنى حتى. ich warte hier bis du kommst. sobald يعني بمجرد أن. sobald ich Zeit habe, rufe ich dich an. seit oder seitdem معناها منذ. ich wohne hier seit ich ein Kind bin. als بمعنى عندما، بس بنستخدمها في الماضي. als ich klein war wollte ich Arzt werden. دلوقتي بقى عندك مفاتيح الكلام في اللغة الألمانية، وأدوات الربط ديت هتساعدك تكون جمل أكتر وتتكلم بطلاقة من غير ما تتلجلج وكل شوية تقف وتفكر كتير. جرب تكتب لي في الكومنتس جملة فيها أكتر من أداة ربط وأنا هراجعها معاك. Ich glaub an dich تقدر تتكلم ألماني بثقة.